السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة عمارة. لو أول مرة تشوفوني، عملنا النهاردة الحواوشي البيتي بطعم تحفة. بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة هتعملي أكبر كمية من الحواوشي في البيت، والطعم خيال. مكونات بسيطة بس كده في البيت هتديكي طعم تحفة، مفيش أسهل من كده. نص كيلو بس مفروم هتعملي كمية كبيرة. وعملنا جنبها حبة طحينة كده في البيت، دي طحينة جاهزة وبس بتزودي لها حبة إضافات وتبقى بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. جنب الحواوشي يبقى طعمها تحفة. عايزة تعملي سلطة جنبها تمام، مفيش أسهل من كده. تعالوا نشوف كده عملناه ازاي مع بعض. عندي هنا حوالي دي نص كيلو من المفروم، وحطيت عليه حوالي 50 جرام من الدهن أو الدوش اللي موجود عند الجزار تجيبيه تمام. ده نص كيلو مفروم وحطيت عليه 50 جرام من الدهن أو الدوش، او 100 جرام يعني حسب ما تحبي. يعني انا حاطه 50 جرام، انت ممكن تحطي 100 جرام عادي، وبفرمها مع اللحمه عادي في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. ده حوالي اربع قرون من الفلفل الرومي، قطعتهم صغير في الكبه كده. حزمه بقدونس، هنا كيسين من الماجي الفوريه، بصلتين كبار. يعني حوالي هو نص مفروم على نص بصلايه، على نص كيلو من بصل مفروم. هنا عندي بقى توم باودر، بصل باودر، من كل حاجه ايه معلقه صغيره. عندي هنا بابريكا، فلفل اسمر، ملح. عندي حبه صغيرين من الحبهان المطحون، حبه صغيرين من الحبهان المطحون، ده هتفرق برضو في الطعم جامد. طبعا مع الكيسين المرقه الفوريه. بجيب هنا عندي المكونات مع بعض، بنزل بيها واحده واحده. نزلت باللحمه المفرومه وعليها 50 جرام انا كده كده فرماها في قلب الكبه عندي، 50 جرام من الدهن او الدوش اللي موجود. ونزلت هنا بالبهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات لحمه. عايز تحطي بهارات حواوشي حطي. حبهان مطحون ربع معلقه بس، وربع معلقه من البيكنج باودر، ربع معلقه من البيكنج باودر. ونزلت هنا بالبصل المفروم، قد اللحمه بتحط البصل، قد كميه اللحمه بتحط البصل. وادي بقدونس، حزمه بقدونس زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالبقدونس، حزمه من بقدونس. كل ده على فكره يا جماعه ضربوه في الكبه لوحده، يعني بدل ما تقطعيها كده على ايدك في الكبه واعمليها. ونزلت هنا بكيسين مرقه فوريه. كيسين مرقه فوريه دول يا جماعه هيفرقوا في الطعم جامد. يعني اللي مش حابه بلاش، بس انا بقول لكم بيدي طعم حلو قوي. زي وفي المحلات اصلا ما بيحطوش الحاجات دي خالص، يعني باتقان كده، ولا بالنظافه ولا الحاجات دي. حاجه بتبقى معموله في بيتك بتفرق جامد. كيسين مرقه فوريه. هنا معلقتين من الدقيق. وباخد بقى الخليط ده كله كده مع بعضه بدعكه كده كويس بايدي كويس زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام. بتاع 5 دقايق كده تتعكي المكونات كلها كده مع بعض. بكون محضره هنا عندي العيش البلدي، حبه زيت، والفرشه بتاعتي. بفتح العيش البلدي بتاعنا عادي زي ما انتوا شايفين، باخد جزء كده منه بفرده كده في قلب العيش. الحركه دي يا جماعه بتفرق جامد، ان الرغيف بتسيبيه شويه في قلب الخلطه دي. بتيجي بعديه بساعه او بساعتين بتيجي تحطيه، بتلاقي العيش شارب من التتبيله. يعني لازم لما تيجي تعملي الخطوه دي، يعني بعد ما تخلصي على طول المفروم على طول حطيه في العيش، وسيبيه شويه وهو في العيش. هتلاقي العيش بعد كده من جوه طري وتحفه، زي بتاع بره كده بالظبط. بس بتعصيها كده زيت من بره ومن جوه كده تمام. بس وبتركنيه بقى، بتجيبي مثلا تغلفيه في كيس، بتغلفيه في طبق أو علبه وتحطيهم في التلاجة شويه. تمام كده. بفضل طبعا اعمل الكميه بتاعتي كلها واحده واحده كده. بخلص العيش، يعني بصوا الكميه دي تقريبا خدت حوالي 10 ترغيفه من العيش بتاعنا البلدي العادي. طبعا في عيش معمول مخصوص بيتباع في الفران اللي هو بتاع الحواوشي. انا جايبه لي الرغيف بتاعنا البلدي العادي، ومليان يا جماعه وتحفه. خد حوالي 10 ترغيفه من البلدي بتاعنا، ومليان وحلو. لازم تعملي الخطوه دي وتسيبيه شويه في قلب التلاجة.
او تركنيه شويه على جنب عادي قبل ما تحطيه على الجريل او الطاسه، اي حاجه عندك ما بتلزقش. احنا كده كده مش هنستخدم زيت كتير اصلا. تمام كده خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. بسيبها شويه وبعد كده بكون محضره الجريل. تمام كده، بس بدهنها بس حبه زيت صغيرين. زي ما انتم شايفين كده. بجيب عندي العيش بتاعي الحواوشي، بنزل واحده واحده كده. هنا الجريل هياخد عندي 2، مفيش يعني دقايق، وبقلب على الناحيه التانية. بسيبه كده الاول دقايق. بجيب بقى بحضر عندي الطحينه. دول عندي معلقتين من 3 معالق من الطحينه كبار. بنزل بحوالي 4 معالق من الخل على حبه من الميه، قدهم ميه. دي طحينه الخام العاديه يا جماعه. بتنزلي عليه بعصره ليمونه. تمام كده. عندي كده بقوم محضره حوالي دي بهارات، ملح على فلفل اسمر على كزبره على كمون. دي دقه زي ما بيقولوا، حاجه مشكله كده انا عاملاها في عندي في البيت. ولسه برضه بحط لها حاجات تانية. بقلب طبعا، كل ما اقلب بتتقل. حاطط لها فلفل اسمر وحبه ملح صغيرين، حبه شطه صغيرين برضو. بقلب كويس. هنا الطبق عندي طبعا كان صغير، هقلب واحطه في طبق تاني. تمام. هنا بعد ما خلصت نقلتها في طبق تاني. كل ما بتتقل بزود حبه ميه وكده تمام. زودت لها حبه فلفل اسمر وحبه ملح وحبه شطه صغيرين. هنا عندي وبقلب الناحيه التانية زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. هي نقطه زيت بس هتلاقيه تشوح معاكي. مش شرط جريل، عندك طاسه، اي حاجه عندك صينيه ما بتلزقش بتعملي فيها كده، مش هيشرب زيت خالص. نقطه زيت بس كده وتحطيه في قلبيها. تمام كده زي ما انتم شايفين. بصوا شكله وريحته يا جماعه تحفه. الحاجه البيتي والله مفيش احسن منها. هنا تمام بعد ما خلصت رصيت كده الحواوشي كله، قسمته يا جماعه. بصوا شكله، بصوا والله العظيم ريحته تحفه. انا بافورش يعني، نفسي تجربوا نفس الطريقه دي وتقولي رايكم فيها ايه. يا ريت تدعموني بقى بلايك وشير لو عجبك الفيديو، واشتراك في القناه. وتقولي لو الوصفه عجبتك، يا ريت طبعا تكتبي لي في الكومنتات. اكون سعيده طبعا لو كتبتوا لي في الكومنتات بتتابعوني من انهي بلد. الف هنا وشفا. السلام عليكم.